نشرع في شرح البيت الأول من هذه الأبيات من خلال اللوحات التعليمية التي معنا، فنرى على اللوحة بإذن الله باب صفات الحروف. وبعده قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 20: صفاتها، الضمير في صفاتها راجع إلى الحروف، صفات الحروف يعني جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. كم صفة صاروا؟ 5. جهر هذا 1، رخو 2، مستفل 3، منفتح 4، مصمتة 5. ثم قال رحمه الله: والضد قل، يعني سيأتي بضدها. ننتقل إلى اللوحة التالية لنبين ما المقصود بصفات الحروف عند المجودين. فنرى على اللوحة: المقصود بصفات الحروف العربية، نعني في علم التجويد بصفات الحروف العربية تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف، كالهمس والجهر والاستفال والاستعلاء، بخلاف ألقاب الحروف التي ينسب فيها الحرف إلى حيز معين في الفم، كالحروف الشجرية والنطعية. لو تعود الكاميرا لي. كتب اللغة أيها الإخوة فيها صفات كثيرة للحروف، بعضها يتعلق بنطق هذه الحروف وهو ما نعنيه في علم التجويد، وبعضها لا علاقة له بنطق الحروف، بل هو توصيف للحرف من أين يخرج، كقولهم أن الجوف للحرف الهاوي لأنه يهوي في الفم. الحرف الهاوي هو الألف، هل يقول الأستاذ للطالب ائت بالهوي لصفة الحرف الألف؟ لا، هذا توصيف للمخرج. الهاء حرف خفاء، أيضا حرف خفاء، هذا توصيف لا علاقة له بالنطق. لما نقول الجيم والشين والياء من شجر الفم، شجر الفم هو هذا اسمه لحي وهذا اسمه لحي، وهنا ملتقى اللحيان عند الذقن، وهنا إلى الوراء منفتح اللحيين. ففي الوسط يعني هذه المنطقة من الداخل منطقة الجيم والشين والياء، فيقال هذه الحروف شجرية بإسكان الجيم، شجرية لأنها من شجر الفم، يعني منفتح ما بين اللحيين. توصف الطاء والدال والتاء بأنها حروف نطعية نسبة إلى المنطقة التي فيها تعرجات من داخل الفم من أعلاه في فوق الأسنان، هناك منطقة فيها تعرجات تشبه بالنطع، والنطع هو الجلد، فيقال الحروف النطعية. لكن ليس معنى هذا أن هناك صفة اسمها صفة النطعية على القارئ إذا قرأ الطاء والدال والتاء أن يأتي بها. إذن نفرق هنا بين صفات لها أثر سمعي إذا أخل القارئ بها، كما ذكرنا كالهمس والجهر، يعني الحرف المجهور سيأتي شرحه معنا بعد قليل، الحرف المهموس، الحرف المستعلي، الحرف المستفل، لا يصح نطق المستفل مستعليا ولا الحرف المستعلي مستفلا. هذا الإخلال في هذه الصفات يؤثر على النطق ويؤثر على السمع. هذا ما نعنيه بصفات الحروف في علم التجويد. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها جمع صفة. ما هي الصفة؟ نرى على اللوحة: صفة الحرف هيئة خروجه من مخرجه. ما هي الهيئة التي تصاحبه عندما يخرج من هذا المخرج؟ نرى على اللوحة التي تلي هذه صفات الحروف العربية. أيضا نرى صفات هي يعني قسمان. صفات الحروف العربية في علم التجويد قسمان: صفات لها ضد وأيضا صفات لا ضد لها. إذن صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. إذن استذكروا هذا المشجر فيما سيأتي معنا من كلام، استذكروه في أذهانكم بارك الله فيكم، أن صفات الحروف العربية نوعان: صفات لها ضد، يعني الحرف إما أن يكون في هذه الصفة أو أن يكون في مقابلها، في الصفة المقابلة لها. لكن عندنا بعض الصفات ليس لها ضد، مثلا سيأتي معنا صفة الصفير
فهي من الصفات التي ليس لها ضد. هل معنى هذا بأن الحرف الذي لا يوصف بالصفير له صفة تقابل الصفير؟ لا، ليس له صفة تقابل ذلك. إذن هذا المشجر نستصحبه في أذهاننا فيما سيأتي معنا من لوحات. ننتقل إلى اللوحة التي تلي: الصفات المتضادة للحروف العربية. أولا الجهر ويقابله الهمس. الآن نتكلم عليها على سبيل الإجمال، وسيأتي الكلام عنها على سبيل التفصيل. إذن الجهر ويقابله الهمس. نرى أيضا الشدة والرخاوة، هاتان الصفتان متقابلتان، وبينهما صفة ثالثة هي صفة البينية. انفردت الشدة والرخاوة بوجود صفة ثالثة بينهما هي صفة البينية. ثالثا الاستعلاء والاستفال. هناك حروف مستعلية وهناك حروف مستفلة كما سيأتي معنا في التفصيل بإذن الله تعالى. أيضا الإطباق والانفتاح، هناك حروف مطبقة وهناك حروف منفتحة كما سيأتي أيضا. أما صفة الإذلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق. في اللوحة نفسها اقرأوا البيت في أعلاها لو سمحتم: صفاتها جهر، فرأينا بأن الجهر يقابله الهمس. ورخو، وجدنا في اللوحة الرخاوة يقابلها الشدة ومعهما صفة البينية. مستفل، الاستفال يقابله الاستعلاء. منفتح، الانفتاح يقابله الإطباق. مصمتة، قال رحمه الله مصمتة. الحرف المصمت ماذا يقابله؟ الحرف المذلق، وصفة الإصمات يقابلها صفة الإذلاق. هاتان الصفتان سيأتي معنا تفصيلهما عند قوله رحمه الله: وفر من لب الحروف المذلقة. لكن من الآن نقول إن هاتين الصفتين لا أثر لهما في النطق البتة، ولكنهما يتعلقان بعلم الصرف، وسنشرح ذلك في موضعه بإذن الله تعالى. هذه التي أمامكم أيها الإخوة هي الصفات المتضادة. هي في الحقيقة 5 ضد 5: الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإذلاق وضده الإصمات. وقلنا بأن هاتين الأخيرتين سنذكرهما هكذا مرورا وليس لهما أثر في النطق. هذه الصفات المتضادة. ننتقل الآن إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي صفات الحروف التي لا ضد لها. الصفة الأولى كما نرى على اللوحة صفة الصفير، وسيأتي معنا بيان هذا كله بالتفصيل. الصفة الثانية كما نرى على اللوحة القلقلة. الصفة الثالثة اللين. الصفة الرابعة الانحراف. الصفة الخامسة التكرير. الصفة السادسة التفشي. الصفة السابعة الاستطالة. هذا ما ذكره الجزري رحمه الله في هذا الباب، ولكن أيضا يضاف له صفة ثامنة وهي صفة الغنة من حيث طولها وقصرها. لم ينص عليها الجزري صراحة، لكنها موجودة في الجزرية وفي غيرها عند قول الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وغير ذلك من الأبيات التي ستأتي معنا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، التي تبين أن هناك بعض الأحكام لا بد فيها من تطويل الغنة. فتطويل الغنة صفة من صفات الحروف وإن لم ينص عليها صراحة. هذه هي صفات الحروف التي سنستعرضها بإذن الله تعالى بالتفصيل فيما سيأتي معنا من كلام. 5 ضد 5 كما شرحت منذ قليل: الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإذلاق وضده الإصمات. هذه 5 ضد 5 صاروا 10. و7 لا ضد لها: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، وأضفنا إليها صفة ثامنة هي صفة الغنة، يعني من حيث طولها وقصرها. سنعود إلى هذه الصفات صفة صفة لنتكلم عنها بتفصيل بإذن الله تعالى.